ازاي نتعلم اكتر من 100 كلمة انجليزي في يوم واحد؟ تعالوا النهاردة هشارك معاكم اكتر من طريقة هتساعدكم في ان انتوا تتعلموا اللغة الانجليزية بسرعة وتحفظوا كمان كلمات انجليزي بسرعة جدا جدا. تعالوا نشوف. أنا عارفة إن كلنا بنتعب جدا بالذات في تعلم الكلمات الإنجليزية، وكتير من الكلمات كمان بتعدي عليك في خلال اليوم وبتلاقي إن أنت بعد نهاية اليوم نفسه إن أنت نسيت الكلمات دي وإن أنت مش عارف تحفظها على طول. النهاردة هشارك معاكم طرق هتساعدكم إن أنتوا تحفظوا مئات الكلمات في يوم واحد بس وتتعلموهم فورا. على فكرة الطريقة دي ساعدتني أنا شخصيا بشكل كبير جدا إن أنا أحفظ كلمات أكتر وأربطهم كلهم ببعض. أول ما تيجي تتعلم أي كلمات إنجليزي جديدة ادخل على جوجل على طول، ابحث الكلمة دي واضغط على images أو صور، وده حاجة إحنا بنعملها اسمها السيفتي نت أو شبكة الأمان. سابع طريقة ودي مهمة جدا جدا وأول طريقة هي لما تيجي تتعلم أي كلمة جديدة احفظ كل أشكالها، كل أشكال الكلمة دي. يعني مثلا الكلمة نفسها لو بتيجي verb وناون في نفس الوقت فأنت احفظ الفيرب واحفظ الناون واعرف الفرق ما بينهم واستخداماتهم. تعالوا أقول لكم أمثلة على الكلمات دي علشان تفهموا أنا أقصد إيه. عندنا كلمات مثلا زي love, hope, drive, work, kiss. كل الكلمات دي في منها الناون وفي منها الفيرب. لما تيجي تحفظهم او تيجي تذاكرهم انصحك طبعا ان انت تحفظ الاشكال بتاعتها واستخداماتها كلها علشان تحس ان انت فهمتها 100%. تعالوا ناخد مثال مثلا لكلمة love. كفيرب هنقول مثلا I love fruits. I love fruits يعني انا بحب الفاكهة. وكناون مثلا I have a lot of love for my mother. I have a lot of love for my mother يعني أنا عندي حب كبير لوالدتي. فبالتالي هنا استخدمناها كفيرب اللي هو أنا بحب الفاكهة أو عندي حب كبير لوالدتي، ده هو الناون. فالفكرة هنا أول ما أجي أحفظ أي كلمة أو الكلمات اللي أنا هحفظها احفظ كل أشكالها. تعالوا ناخد فاصل سريع، ولو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك، اضغط دلوقتي حالا سبسكرايب، وكمان اعملوا لايك للفيديو دوت، وتعالوا بينا نكمل. تاني حاجة نحفظ الكلمات كلها ونربطها ببعض تكون شبه بعض. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ببساطة جدا نقدر نعمل مثلا الكلمات اللي بتنتهي ب TION اللي هي في الغالب بتكون طبعا noun، زي مثلا كلمة distribution يعني توزيع، وهكذا. تبدأ ان انت تحفظ كلمات كتيرة جدا كلها بتنتهي ب TION وتعرف كمان عليها او تعمل عليها امثلة من عندك علشان تقدر ان انت تتعلمها بسهولة. لو انت محتاج كمان انا ممكن اعمل لكم هنا سلسلة فيديوهات للكلمات اللي مرتبطة ببعض ونعمل نشبه نهاياتها ببعض علشان يكون عندك ليست مختلفة من الكلمات المختلفة اللي تقدر تحفظها بكل سهولة. وعلى فكرة الطريقة دي ساعدتني أنا شخصيا بشكل كبير جدا إن أنا أحفظ كلمات أكتر واربطهم كلهم ببعض. تالت طريقة وهو نربط الكلمات بالصور. أول ما تيجي تتعلم أي كلمات إنجليزي جديدة ادخل على جوجل على طول، ابحث الكلمة دي واضغط على images أو صور، وطلع الصور الموجودة وابدأ إن أنت احفظ الكلمة بربطها بالصورة اللي أنت هتشوفها. ده هيسهل عليك بشكل كبير جدا ان انت تستذكر الكلمة دي، بان انت هتلاقي نفسك فاكر الصورة وبالتالي هتلاقي عقلك اوتوماتيك بيفتكر الكلمة نفسها اللي انت حاولت ان انت تتعلمها. فتالت طريقة وهي نربط الكلمات بالصور. رابع حاجة لما نيجي نتعلم الكلمات الإنجليزية، وعلى فكرة أنا بشوف إن دي ميزة، الكلمات الإنجليزي نفسها بيكون ليها أكتر من معنى، فلازم لما نيجي نتعلم الكلمة نفسها إن أنت تحاول على الأقل تحفظ 2 أو 3 معاني من الكلمة نفسها وتعرف استخداماتها المختلفة ومعانيها المختلفة وهكذا. تعالوا نقول لكم أمثلة علشان برضو تفهموا نقصد إيه أكتر. زي مثلا عندنا كلمة fire. fire ممكن تيجي كفيرب بمعنى ان انت ترفد موظف، فتقول مثلا he fired me او he fired the employee يعني هو رفد الموظف من الشغل. وطبعا كمان في fire كناون اللي هي النار، اللي هي الفليمز النار، فبالتالي برضو نعرف المعنى ده. وممكن كمان تيجي كلمة fire كفيرب بمعنى ان انت تولع النار نفسها، فبالتالي هنا كلمة fire نقدر ان احنا نتعلمها بالثلاث اشكال بتوعها وباستخداماتهم، وتقدر ان انت تكتب امثلة عليهم كمان.
خامس طريقة وهي ان احنا نتعلم الكلمات المشهورة في مجالنا احنا، او في مجال عملي، او في مجال حياتي ومحيطي وهكذا. تقدر ان انت تبحث على طول مثلا على اليوتيوب عن اشهر الكلمات الانجليزية المشهورة في الشغل، في البيت، في وظيفة، في المستشفى، في المطار، كل الحاجات دي. الفكرة ان انت هتدور على الكلمات المخصصة واللي انت هتقدر ان انت تستخدمها وهتحتاجها كمان في مجالك انت وفي حياتك انت. وده حاجة احنا بنعملها اسمها السيفتي نت او شبكة الامان. شبكة الامان من الكلمات اللي انا هحتاجها وبستخدمها على طول في حياتي، على طول اقدر ان انا اتعلم في المجالات بتاعتي او في حياتي اليومية الحاجات اللي هتصادفني بشكل كبير جدا، واقدر اعمل شبكة من الكلمات اللي انا اقدر اعتمد عليها واستخدمها كل يوم اسمها السيفتي نت. سادس طريقة كمان واحنا بنتعلم الكلمات الانجليزي وهي ان احنا نتعلم الايديومز المرتبطة بيها. في كلمات انجليزي كتيرة جدا هتلاقوا ان هي محطوطة في ايديومز واكسبريشنز. الايديومز طبعا اللي هي الامثلة، وبتلاقي انها بتدي معنى مختلف تماما في الايديوم ده. فمهم جدا جدا ان احنا لما نيجي نتعلم الكلمة كمان نعرف الايديومز او التعبيرات المشهورة المربوطة بيها. زي مثلا كلمة nuts اللي هي المكسرات اللي احنا بناكلها. في طبعا تعبير مشهور جدا باستخدام كلمة nuts يعني نفسها، وهتلاقي ان هو معناها مختلف تماما. التعبير ده هو لما تسمع حد بيقول are you nuts اللي هو هل انت مجنون، يعني ده تعبير مختلف تماما استخدمنا فيه كلمة nuts اللي هي المكسرات بس اتغير معناها تماما. فلما تيجي ان انت تحفظ الكلمة كمان احفظ التعبيرات المرتبطة بيها، هتلاقي ان الكلمة دي ثبتت في دماغك بشكل اكبر بكتير جدا. سابع طريقة ودي مهمة جدا جدا وهي ان انت تاخد كل فرصة تعمل فيها براكتس للكلمات اللي انت تعرفها. ابسط مثال مثلا ان انت تكتب في التعليقات دلوقتي حالا امثله باستخدام كلمات انجليزي انت عايز ان حد يصححها لك، فانا هصححها لك واساعدك طبعا. بالتالي انت خدت فرصه او اقل فرصه او ابسط فرصه بان انت بتشوف فيديو، كمان تستفيد ان انت بتعمل ممارسه دلوقتي حالا في كتابه امثله وتعليقات تحت هنا في الكومنتس، او عموما تستخدم السوشيال ميديا كمان ان انت تعمل براكتس على قد ما تقدر. فبالتالي اخر طريقه او اخر نصيحه هتساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نحفظ كلمات انجليزي كتير وبسرعة هي ان احنا ناخد كل واقل فرصة قدامنا ان احنا نعمل تدريب وبراكتس. وبكده اكون شاركت معاكم 7 طرق مختلفة تساعدكم ان انتوا تحفظوا كلمات انجليزي كتير جدا وفي يوم واحد بس. والطرق دي كمان فعالة جدا جدا وانا جربتها مع كتير من طلابي وكمان معمول عليها ابحاث كتير، فهي ان شاء الله مضمونة 100%. يلا ابدأوا ان انتوا تطبقوا الطرق دي واكتبوا لي كل مشاركاتكم وتعليقاتكم في الكومنتس تحت، وقولوا لي ايه الفرق اللي انتوا حسيتوه وقد ايه عرفتوا تعملوا بروجرس وتطور في ان انتوا تحفظوا كلمات انجليزي اكتر واسرع، وان شاء الله الموضوع هيكون مفيد جدا جدا بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنساش انك تعمل لايك، اضغطوا اللايك دلوقتي حالا بليز للفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش كمان معايا في قناتي انجلش فلوج اشترك دلوقتي حالا معايا في القناه وفعلوا الجرس كمان علشان يوصل لكم كل دروسي وفيديوهاتي الجديده. وان شاء الله اشوفكم على كل خير في الفيديو الجديد وحلقه جديده. باي باي.